ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء 31 دجنبر حكما قضائيا يقضي بسجن التيك توكر المعروف آدم بن شقرون لمدة 3 سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإخلال العلني بالحياء وصنع ونشر محتويات غير أخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما قضت هيئة الحكم بمنع المتهم من مزاولة أي نشاط مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، في قرار اعتبره متابعون حازما وصارما بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وتأثيرها السلبي على الرأي العام، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي رافق مقاطع مصورة منسوبة إليه خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا الحكم في سياق ملف قضائي متشعب ومعقد، حيث تتابع والدة التيك توكر بدورها في قضية منفصلة بعدما قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن المحلي بأصيلة على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر عبر الاستغلال وصنع وترويج محتويات غير أخلاقية، إضافة إلى الاشتباه في تورطها في أفعال خطيرة تمس القاصرين. وكشفت معطيات التحقيق أن المتهمة واجهت تهما إضافية من بينها الإخلال العلني بالحياء والقذف والتشهير، فضلا عن ممارسات وصفت بالمنافية للأخلاق العامة، حيث خضعت لاستنطاق مطول دام لأكثر من 3 ساعات قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة اعتقال احتياطي. وفي سياق متصل كانت السلطات القضائية قد قررت فصل مسطرة المتابعة المتعلقة بآدم بن شقرون وإحالته بشكل مستقل على محكمة الابتدائية بطنجة نظرا لاختلاف طبيعة التهم الموجهة إليه، وذلك عقب توقيفه رفقة والدته إثر شجار وفوضى مع الجيران تطورت إلى الضرب والجرح، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية. ويعيد هذا الحكم الصارم إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول محتوى مواقع التواصل الاجتماعي وحدود الحرية الرقمية ومسؤولية المؤثرين أمام القانون، في ظل تشديد السلطات القضائية على حماية الأخلاق العامة والنظام العام. وفي الختام، ما رأيكم في هذا الحكم؟ هل ترونه أنه رادع وعادل؟ ننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم.